السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فقاس كيجي لذيذ بزاف. الشكل ديالو كيجي هماوي، والطريقه ديالو سهله وبسيطه. فقط تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو، كذلك بعض النصائح باش ينجح معاك. نبداو على بركه الله. في قصريه غادي ناخذ 4 ديال البيضات يكونوا بحاره المطبخ. غادي نضيف لهم كاس ديال سنيده، عندي رشه ديال الملح، وعندي كذلك ساشي ديال الزهر ديال زهره البرتقال، وعندي نص كاس ديال الزبده من اصل حيواني ذوبتها، وعندي نص كاس ديال الزيت. في المجموع عندي كاس، يعني ما بين الزبده والزيت. استعملنا الزبده حيت ماشي الفقاس يعني العادي اللي كنديروا فيه الزنجلان والنافع. كيعطي واحد داك الزنجلان وداك الشيء كيعطي النافع، كيعطي واحد الهشاشه للفقاس. وبما اننا هذا ما مستعملينش فيه الزرارع، فغادي نديروا الزبده باش ما كيجيناش الفقاس قاصح بزاف. والزبده من الاحسن تكون نوعيه اللي هي مزيانه. عندي 4 كاس ديال ما زهر. كنخلط المكونات كامله حتى كذوب ديك السنيده كيف ما كتشوفوا. كنخلط مزيان حتى كيتجانسوا العناصر كامله مع بعضياتها، وكيولي عندي خليط واحد. عندي خماره من فئه 8 غرام. ضفت خماره من فئه 8 غرام، وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. عندي تقريبا 500 غرام، وواحد يعني واحد تقريبا واحد 500 غرام. زيدوا على شي نص كاس ولا كاس تقريبا على حساب النوعيه ديال الدقيق. كاينه اللي كتشرب داكشي علاش ما عطيتكمش كميه اللي هي محدده. المهم 500 غرام كاينه. وكنضيفوا على شويه ديال الدقيق الا بقى الخليط كيتلصق بزاف. العجين خصها تبقى واحد شويه تكون تكون يعني طريه، ولكن ما تكونش كتلصق. تبقى رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش باش ما كيجيناش داك الفقاس مطمس من الداخل. العجين بعد ما جمعتها كتكون على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، راه كتكون رطبه وشاده شويه في راسها. صافي غادي نقسم العجين ل3 ديال الاجزاء باش نخرج 3 ديال لي بودان على هذا الشكل هذا. غادي نسرح العجين على شكل مستطيل. وكندير كذلك اللوز. اللي بغى يوضع الزبيب في هذه المرحله يديروا. انا غادي نكتفي بالمشماش اللي مقطعه هكايا غير على جوج، ما تقطعوش صغير باش كيبقى واضح في الفقاس من الداخل. غادي كذلك تا هو نوزعو باش متساوي، وغادي نلف العجين على نفسها على هذا الشكل هذا. وانا كنزير واحد شويه غير باش يشدوا بلاصتهم هذوك المكسرات اللي وضعنا. كنلف العجين حتى الاخر وكنسد الجوانب، وكنثبت ديك الطرف ديال العجين من التحت باش ما يتحلش في الفران. وهاد الجهه اللي فيها التنيه هذه كتكون هي من التحت. شكلتهم كاملين بنفس الطريقه. وغادي ندهن بالبياض ديال البيض اللي وضع عليه قطيره ديال الخل. غادي ندهن بشكل مزيان. غادي ندهنو مزيان باش يلصق عليهم داك اللوز ايفيلي من الفوق. حاولوا تدهنوه مزيان وتوزعوا داك اللوز ايفيلي يعني وتثبتوه بيديكم باش يبقى لاصق. حيت منين كيطيب ديك الطيبه الاولى وكنقطعوه كيبدا يطيح منه واحد شويه. ضروري حيت اللوز ايفيلي يعني ما كيشدش مزيان.
ولكن كيجي الشكل ديالو كيجي زوين، كيجي عطي واحد المنظر من فوق الفقاس، كيجي الشكل ديالو زوين. صافي غادي نوزع اللوز على هاد الطريقه هذه، وهذاك اللي كيطيح في الجناب غادي نلصقو هكا في الجوانب. صافي كيف ما شفتوا انا راه كنحاول يعني نثبتو مزيان، كنبرك عليه من الفوق. صافي كيف ما شفتوا انا كنحاول نلصق هذاك لوز ايفيلي مزيان باش يشد في لي بودا مزيان، وكنضغط عليه من الفوق باش كيشد بلاصتو، كناخذ واحد الفنيته وكنت لي بودا من الفوق، كندخلهم للفران. الفران اللي يكون بارد، وغادي ما غاديش نسد عليهم الفران في خطره، غادي نخليه منفس واحد شويه على عافيه مهيله حتى كيطيب على خاطرو، كياخذ تقريبا واحد ساعه ونص. بالنسبه كيف ما ذكرت لكم الطريقه ديال الطياب ديالو، ضروري تخليو الفران منفس شويه الا كان كيسخن لكم دغيا باش ما كيتشققش معاكم. هذا هو يعني المشكل اللي كيخليه يتشقق، تيكون الفران سخون وبقاو مره تحلوا عليه تنفسوا عليه باش ديك السخونيه اللي كتكون يعني تتجمع بزاف. ملي كنحلوا عليه بحال هذا الفران كيتهوى واحد شويه وكيطيب بهكا، كيطيب على خاطرو من الداخل مزيان وما كيتشققش. كيف ما كتشوفوا راه يعني خرجت لي بودا ما مشقين ما حتى شي حاجه. خليته حتى برد تقريبا واحد 2 سوايع، ولا لا عندكم الوقت خليوه حتى لغد ليه. وكناخذ موس اللي يكون ماضي، يعني ما كنستعملوش في شي حاجه اخرى غير التقطاع ديال الفقاس. كيف ما كتشوفوا قطعه اللاطه الاولى غادي ندخلها للفران تحمر على عافيه مهيله. ضروري من الموس يكون ماضي باش كيساعدنا بزاف في التقطاع وما كيتهرش لينا. يكون غير ديال كنخليوه هكا غير الفقاس يكون ماضي مزيان. الشكل النهائي ديال الفقاس اللي حضرت معكم اليوم كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا محمر واخد واحد اللون زوين. فقط حمروا على عافيه اللي هي مهيله باش كيجي محمر حتى من الداخل، وكيجي مقرمش. ما كيجيناش يعني مرضوف بالطياب، كيجي محمر غير من الفوق وتيبقى من الداخل. ضروري تقابلوه في الفران وتعطيوه الخاطر باش كيجي الشكل ديالو يعني في التحمار ديالو كيجي متساوي وكيجي مذهب كيف ما كتشوفوا. كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو، وتخليو لي تعليق باش نعرف الرأي ديالكم. الى الفيديو الجاي ان شاء الله.